اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين، ربنا يجعل أيامكم كلها يا رب كده سعادة وهنا وورد وياسمين، يجعل أيامكم كلها فرح يا رب. أنا أميرة من قناة أميرة في بيت. لو أنت أول مرة تشوفيني أو تزوري القناة بتاعتي متنسيش تعملي اشتراك وتكتبي لي كومنت حلو منك كده وتدوسي على اللايك. عايزة بقى أقول لكم حاجة يا بنات، كل الناس اللي عندي على القناة، أي حد يشوف الفيديو ايا كان بقى من العيله بتاعتي او لسه هتنضمي، ما ننساش ندوس على الجرس. اهم حاجه ندوس على الجرس ونختار الكل. انا اول مره اقول لكم على الحاجه دي، على طول بنسى اقولها لكم. ندوس على الجرس ونختار الكل عشان اي فيديو انا انزله يقدر يوصل لكم وتشوفوه، لان انتوا عندي ما شاء الله يعني العيله بتاعتي بدات تكبر، فلما بنزل فيديوهات بحس ان هي ما بتوصلش برضك للناس كلها اللي عندي. فما ننساش بقى ندوس على الجرس ونختار الكل، عشان انا عايزاكم كده تشجعوني وتحطوا لي لايكات كتير وتكتبوا لي كومنتات كتير وتعملوا مشاركات بقى عند اصحابكم وحبايبكم عشان القناه يا رب تكبر ان شاء الله باذن الله بيا وبيكم. يلا بينا بقى نخش على الفيديو ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الروتين بقى كله رغاوي كده وميه. وهيشجعك بقى، بصي هيجيب معاكي من الاخر، هتشوفيه الصبح ان شاء الله. اول ما تصحي كده الصبح هتلاقيه نزلك تشربي كوبايه الشاي ولا النسكافيه بتاعك وتفطري تتشجعي بقى. انا دخلت على البلكونه نشرت الغسيل انا اديتها تنفيضه حلوه طبعا، ونشرت الغسيل بتاع العسل ده. عايزه اقول لكم بقى نصيحه مني ليكم، نحافظ على الاجهزه اللي عندنا. اي جهاز عندك كهربائي، غساله، تلاجة، بوتاجاز، اي حاجه بجد حافظي عليها. الاسعار بقت غاليه جدا. انا جايه اشوف الميكرويف اسعاره ايه، الميكرويف كان ب3.5 بقى ب6 انا اتصدمت والله من الاسعار. فبجد والله يعني ليا وليكوا الكلام ده، نحافظ على الاجهزه اللي عندنا يعني. ربنا يا رب يطرح فيها البركه ويحافظ عليها لان الحاجه بقت غاليه. خلصنا بقى النشير ودخلنا على السلم. السلم عندي انا بعمله كل اسبوع، مش هكدب عليكم يعني، وفي واحده بتيجي تساعدنا يعني ربنا يكرمها يا رب، هي اللي بتمسحه، بس انا لما بعمله بكنسه بس. يعني بصوا ما شاء الله عندنا السيراميك السلم رخام، فمجرد ما بيتكنس بيبقى زي القشطه. بس حد عندي يعني من جيراني الغاليين عليا، يعني انا كلهم يعني حبايبي، نفسي اعرف مين بس فيهم، نفسي كان نازل بشنطة كمامة يعني أعزكم الله. فالشنطة باين كانت بتسقط على السلم وهو نازل، أنا ما أعرفش. أنا أول شقة في فوق 7 شقق، أظن بقى مين فيهم الله أعلم، يعني ربنا يسامحهم. أيا كان بقى إنهم كلهم حبايبي. نزل بقى بالشنطة على السلم، فلقيتها فيه بقع بقى، بقع زي ما يكون عارفين مية مدلوقة، بقع بقع كده. فاضطريت إن أنا أمسحه يعني. قلت أكنسه بقى كنسة حلوة كده ونزعها في الحيطة بالمقشة، عشان برضك قبل ما نمسح، عشان لو في حبة تراب وقعوا كده من على الحيطة يبقى نمسح على طول. خلاص بصوا البقع اللي على السلم ما كانتش بتبقى موجودة كده خالص، ده كان زي القشطة. انا نمنا قمنا لقيناها بالمنظر ده، الحمد لله. اعرف بس مين في العمارة وبصوا هنتخانق، ربنا ما يجيب خناق يا رب. فخلاص كنست السلم بقى على طول على طول كده. وسلمى واقفة طبعا بتصورني وفرحانة بقى بالمية اللي احنا عاملين نعملها دي. قلت بقى انا هدلق على طول. انا الحركه دي ما بعملهاش كتير خالص، حتى اللي بتيجي تعمل لنا السلم مش بتطلق ميه، بتعمل بالخيشه كده وبتجردل على طول. انا عندي بيبه تحت في المدخل، تحت في بيبه فيه، يعني لما ندلق الميه بتنزل فيه، فدي اللي شجعتني بقى ان انا ادلق ميه كده على طول. انا عشان بس عايزه ابوش البقعه دي، فكان لازم ادلق ميه كده. فبصراحه عملتها كده على طول لغايه تحت. انتوا عارفين بقى ان انا اول بلكونه، فبعمل سلمي والمدخل بقى عندي السلم تحت، المدخل تحت واسع وعالي كده، فبيبقى عارفين بيبقى تعب ان انا اعمل سلمي والمدخل. فالحمد لله. فبس مش هصور لكم تحت لان تحت الدنيا ضلمه شويه، فما عرفتش اصور بصراحه، لقيت الصوره مش حلوه فمسحتها. دلقت الميه وعملت بالمساحه والمقشه، وبعدين بقى رجعت جبت الجردل بالشرشوبه بتاعتي فيها حبه ديتول كده وكلور، وبدات ألمّع بقى آخر تلميعة بالشرشوبة كده. لا مفر، لازم برضك الشرشوبة دي نلف بيها على السلم. قُلت برضك عشان أنشّفه حلو، عشان لو حد طلع على طول ما يلبخش ولا حاجة. خلّصنا السلم الحمد لله وغرقنا في المَيّة شوية، دخلنا على الحمام بتاعنا. نضفتِ الشقة أو عنوان الشقة من السلم. صدقيني أي حد طالع نازل غريب قريب هيلاقي سلِّمِك برّه نضيف، يدل على إن شقتِك من جوّه زي القشطة. غير كده السلم طول ما هو نضيف بيحافظ لِك كمان على الشقة جوّه، أي حد داخل خارج مش هتلاقي رجليه بتسحب تراب وهو داخل الشقة.
فبصراحة يعني البلكونة والسلم مهمين جدا بالنسبة لي. خلاص دخلنا على الحمام بقى نعمل التنظيفة بتاعة الأسبوع بتاعته كده. حطيت شوية مية وكلوروكس كده في العلبة، واريال، عارفين الاريال اللي هو البودرة ده، كيس ابو 5 جنيه استخدمته في رغة كده معايا. وبدأت بقى بالسلكة بتاعتنا الحلوة الناعمة دي، وبدأت ايه بقى اصبن الحوض، اصبن الحنفية للخلاطات. طلعت على المراية دي برضك، كنت انا فرشة قبل كده لازقة معاكم الكورنيش ده، بس لزقته قبل كده معاكم وشيلته وغسلته ولزقته تاني، يعني كان ملزوق من العيد فبصراحة شيلته، يعني قلت ايه عايزة يتغسل بقى وخلاص. انا بلزقه بالشمع على المراية. فلو انت ما شفتيش الفيديو بتاع الحمام هتلاقي فيديو كده انا مخصصاه للحمام، كنت عامله فيه تظبينه حلوه ولازقه معاكم الستاره ومركبه الكورنيش اللي على المرايه، خشي شوفيه ان شاء الله هيعجبك، تاخدي منه فكره كده باذن الله. فشلت بقى الكورنيش ده قلت اغسله، وبدات اصبن المرايه واصبن وراها كده بالسلكه على طول كده، طول ما حمامك نضيف. يعني دي التظبينه بتاعت الاسبوع. التظبينه بتاعت كل يوم ايه بقى، وانت بتغسلي المواعين كده السلكه قبل ما نرميها في الباسكت، يعني انا عن نفسي بستخدم السلك العادي خالص اللي هو بالكيلو. فطبعا السلكه بعد ما بنخلص المواعين بنرميها عشان اصلا ما تبقاش ينفع تاني نستخدمها، بتبقى اتهرت في ايديكي. قبل ما ترميها خشي بيها كده ايه، حط عليها حبه صابون مواعين وخشي بيها على الحوض بتاع الحمام، ويبقى معاكي الفرشه بتاعه التويليت على طول كده وتعمليهم. بس هو الحوض والتويليت ده اهم حاجه، ده كل يوم. لكن كل اسبوع بقى نصبن السيراميك بالسلكه، لغايه فوق كده بالمقشه او بالزعافه. نصبن الارض بردك بالفرشه زي ما احنا ما بنعمل كده، ده تظبيط الاسبوع بتاعتنا. خلاص نزلت بردك البتاع بتاعت المعجون والفرش، صبنتها ولزقتها تاني. عايزه اقول لكم ان الحامل بتاع الفرش والمعجون ده حلو جدا والله، ما بيتحركش من على السيراميك يعني، عشان في كذا حد سالني عليها. لا حلوه جدا، ما بتتزحلقش ولا بتقع. الزقيها بس انت تكون الحيطه مبلوله، وهي مبلوله الزقيها بالسكوتش بتاعها بالجلده بتاعتها هتلزق ومش هتقع تاني. خلاص دخلنا بقى على الخلاط بتاعنا على الدش. بردك بصوا انا حمامي صغير محندق، انا مش عايزه ايه حد يتنمر على حمامي، صغير محندق كده. فصورت لكم فيه على قد ما اقدر. وادي الستاره اللي كانت على الشباك بردك خلعتها عشان اغسلها. بدات بقى ايه صبنت القاعده بتاعت الحمام التويليت وبس، برضك مش هصوره معاكم، الحاجات اللي قدرت اصورها معاكم صورتها. خلاص انا بعمل التويليت من جوه بالفلاش، بدلق فيه فلاش كده شويه وبعدين اعمله بالفرشه بتبقى زي القشطه. خلاص صبنت بقى الايه الشباك الالمونتين ده ودلقت ميه. عايزه اقول لكم بقى الحاجات الصفرا اللي حوالين الشباك ده كله، لما احنا ركبنا الشباك الالمونتين ده كان فيه فراغات. فبصراحه انا خفت احسن حاجه تخش لي من المنور، برص ولا حاجه كده ولا صرصار. فجبنا الفوم اللي هو بيتباع عند الموان، بترشيه كده وفوم ده بيتملي الفراغ، بيملى الفراغات وبينشف. فهو طلع الفوم ده لونه اصفر. انا قلت مش مشكله، الشكل مش حلو بس هبقى قاعده مطمنه ان مفيش حاجه تخش من الحمام او كده، من تخش من المنور. يعني ان شاء الله قدام شويه نبقى نحاول ايه نغير اللون ده. صبنتي بقى الجردل حلو وحطيت فيه شويه ميه بردك باريال وكلوروكس، وبدات بالمقشه كده اعمل الحيطه على طول كده. بصوا انا بجيب لكم كل حاجه جزء جزء لان عندي الحمام ضيق، وكانت الاستاذه سلمى هي اللي بتصورني، فعارفين عم جايبه لكم من كل فيلم اغنيه. بس فبعد ما خلصت بقى بالمقشه عملت طبعا الحمام كله من فوق بالمقشه كده. بقيت اعوصها في الميه بالاريال واعمل فيها من فوق، وبعدين جبت الموب بتاعي ده شطفتها برضه كده ومسحت بيها ايه الحيطه تاني من فوق كده عشان مطرح الاريال المع بيها بقى. خلاص جبت بقى الحاجات الباسكتات والبوتي بتاع انس، يعني كان في مشروع ان انا اقعد انس على البوتي واعوده عليه، بس بجد طلع في مشروع فاشل برضك. فلبسته البامبرز تاني والدنيا رجعت تاني زي ما هي في الاول. حسيت ان هو صغير، انس عنده سنه ونص، فلسه مش عارفه يعني. غير البنات، انا عندي البنات ما شاء الله كانوا متعودين على البوتي من هما سنه شهرين بالكتير. انا السنه ونص مش عايزه يتعود ابدا. قلعتله البامبرز لمده اسبوع كده او 10 ايام، وشلت السجاد وقلت بقى يقعد على البوتي والكلام ده. ما فيش امل. رجعنا بقى لبسنا البامبرز تاني، يعني قلت شويه بقى ان شاء الله يعني ايه لو عشنا ولينا عمر بقى على الصيف الجاي ان شاء الله. خلصنا بقى غسلنا كل حاجه، والباسكتات طبعا عشان تبقى ريحتها حلوه. زي ما قلت لك الباسكتات دي كل اسبوع ما تركميش فيها كمامات كتير، والحاجات دي اول باول كده تشيلي منها لو فيها مناديل او فيها حاجه نرميها.
والقارورة بتاعة المية دي هي لونها صفرة بس عشان انا عندي مية طرمبة. يعني لو انت متعرفينيش، انا عندي ساكنة في المنطقة بتاعتي فيها مية طرمبة مش مية حلوة، فمية الطرمبة بتصفري الحاجة بسرعة، والحمام برضك بتصفره. فالازازة هي نظيفة بس صفرة من مية الطرمبة. فكده كده اصلا احنا بنخزن فيها مية بس علشان لو لا قدر الله المية قطعت او حاجة، لان الكهرباء بتقطع المية بتقطع. فبخزن فيها مية بس عشان لو حد دخل الحمام ما يبقاش ما فيش مية يعني في الحمام يعني. بس كان في فلاش برضك، حاطه فلاش على الارض، عملته بالمقشه كده، والدنيا بقت عندي زي بصوا بتبرق كده وبتلمع. لو في تغييره بسيطه والله من ميه الطرمبه مش اكتر. خلاص خلصنا بقى ودخلنا على ايه، نشوف الغدا بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى ان المقطع ده كان متصور الاسبوع اللي فات، لما انا كنت تعبانه وعندي برد صورته بصراحه، بس ما قدرتش انزله ولا منتجه ولا اسجل عليه الصوت، بس قلت لازم انزله لكم عشان في تفريز هنفرز فيه الملوخيه. انا كنت جايبه ساعتها وقايله لكم جايبه ملوخيه ب4 جنيه الكيلو، كنت جايبه 5 كيلو ملوخيه ب20. بصراحه هنفرزها بطريقه حلوه وسهله وتطلع معاكي خضره وجميله. ملوخيه الشتاء بتبقى غاليه ومش حلوه، فانت الحقي وفرزي الملوخيه بتاعت دلوقتي. الاول بس نعمل الغدا بتاعنا وبعدين نفرز الملوخيه. جبت بصلايه كده، بصلتين كبار بشرتهم، حطيت عليهم ربع كيلو مفروم. هنعمل عصاجة عادي جدا، لحمة معصجة عادي زي بتاعة المكرونة البشاميل، بس هنزود فيها ايه بقى، نص شفشة او ربع شفشة عصير طماطم كده. يعني انا عصقت اللحمة مع بصل مبشور، وبعدين نزلت عليه بطماطم مكعبات وفلفل عادي خالص، وبقيت ابهره ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، شوية كمون، رشة جوز الطيب. خلاص بهرته، ونزلت دلوقتي اهو بحبة توم باودر وبصل باودر. خلاص هقلب بقى العصاج بتاعي، انا حاطه عليه طماطم مكعبات ماشي. عندي بقى نص شفشق وعصير طماطم ضرباه في الخلاط عادي جدا، هنزل عليه. ليه طيب عصير طماطم؟ احنا هنعمل لازانيا. اللازانيا انا مش بسلقها ولا بعملها في ميه سخنه ولا اي حاجه. عصير الطماطم اللي على اللحمه المعصجه دي، يعني كوبايه عصير طماطم كبيره، هي دي هي والبشاميل اللي هتسوي معانا اللازانيا. فانا حطيت بصوا يجي نص شفشق، يعني اقل من نص شويه، على اللحمه المعصجه بتاعتنا، وهنحطها بقى ايه تتسبك مع بعض كده. هوريكي بقى شكلها في الاخر هتبقى عامله ازاي. ظبطي بس الملح بتاعك والبهارات بتاعتك زي ما قلت لك، فلفل اسود وملح وكمون وشويه 7 بهارات ورشه جوز الطيب. خلاص هنركنها ورا ايه بقى تتسبك براحتها. جبت حله فيها شويه سمنه كده حلوين عشان نعمل البشاميل. بصوا الاكله دي موفره جدا، هي فيها لحمه مفرومه ربع مفروم، علبه لازانيا ب20 جنيه، ايه شويه بشاميل. هنعمل البشاميل بنص لبن، يعني انا هعمل البشاميل بنص كيلو لبن، وهكمل شوربه او ميه حسب المتاح عندك. بس الصينيه دي اولا القطعه منها مشبعه جدا، يعني قطعه اللازانيا لما بتاكليها بتشبع مشبعه جدا. والصينيه لو عامله صينيه كبير زي اللي انا هعملها دلوقتي دي هتقعد معاكي يومين. عرفتي بقى ان هي موفره ولا لا؟ يعني كلها على بعض مش هتكمل معاكي 100 جنيه، بس هتقعد معاكي يومين. حطيت السمنه وحطيت 7 معالق دقيق كده، وبدات ايه اقلبهم. بص انا بحط بالبركه، مش يعني بحط 7 سمنه و7 دقيق، لا انا بحط بالبركه كده. خلاص لما شوحت الدقيق بقى في السمنه وبدا ريحته تطلع كده ويصفر، نزلت بنص كيلو لبن. ضربت بس الدقيق في اللبن الاول، بدا يفك كده في اللبن، جبت الشوربه بقى بتاعتي. خلاص انزل بقى الشوربه دي، كانت شوربه فراخ عليها يعني عامله سمنه على الوش، فقلت مش مشكله حلوه برضه. ما عندكيش شوربه حطي نص لتر ميه، مش مشكله، لبن وميه عادي. يعني مادام احنا في اخر الشهر والدنيا مزنقه لسه ما قبضناش، عادي مش لازم البشاميل كله لبن، نص لبن ونص ميه، نص لبن ونص شوربه، والدنيا هتمشي. حطيت بقى شويه ملح، وحطيت هنا شويه توم باودر وبصل باودر ومكعب مرقه بس، وهنسيبه بقى نضربه كده مع بعض. مهم ايدك بالمضرب كده علشان ما يكلكعش معاكي. الشوربه كانت ساقعه واللبن ساقع، لما نزلت بيهم على الدقيق وهو سخن صدقيني ما كلكعش ولا اي حاجه، فكت بسرعه جدا. لو الحاجه بتاعتك سخنه، لو اللبن سخن والدقيق سخن هيكلكع معاكي. لكن اللبن اللي مطلعاه من التلاجة والشوربه برضك مطلعاها ساعه من التلاجة والدقيق بتاعي كان سخن ما كلكعش ولا اي حاجه. هيبدا يغلي بقى، احنا مش عايزينه تقيل قوي، احنا عايزينه السمك الوسط ده. بصوا ده السمك الوسط علشان برضك يسوي معانا اللازانيا.
نبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا، القالب او البايركس اي حاجة. بصوا بحط شوية بشاميل بس في الارضية. انا ولا بسلق اللازانيا ولا ببلها مية سخنة ولا اي حاجة. كانت في حبات فلفل اسود عمالة اشيلها. خلاص حطينا بشاميل في الارضية. جبت علبة اللازانيا دي زي ما قلت لك هي ب20 جنيه. مش هتحتاجي اكتر منها. انا بس في الاخر احتجت شريحتين زيادة، فكان عندي قبل كده علبة متبقية فيها كام شريحة خدت منها. لكن لو علبة واحدة مقفولة هتعمل معاكي صينية حلوة. هنرص بقى الايه اللازانيا تحت كده في الارضية جنب بعض. حطيت عليها شوية بشاميل، وادي اللحمة اللي هي متعصجة معاها صلصة. بصوا ده الربع كيلو المفروم بالبصل بالفلفل بالطماطم بعصير الطماطم. بصوا تسبكوا، واللحمة لسه فيها يعني فيها صوص صلصة مش نشفت. انا سبتها تغلي بس شوية وبس لسه فيها صوص صلصة، عشان الصلصة اللي في اللحمة زي ما قلت لك هي اللي هتسوي المكرونة. نزلنا ببشاميل وهنزل عليها بردك بحبة لحمة كده بالصلصة. وزعي بقى كده زي ما ايه ما تقدري توزعي. نرص بقى تفضلي تعملي طبقات كده جنب بعض لغاية لما العلبة اللي معاكي تخلص. لو وصلتي معايا لغاية هنا يعني يبقى كتر خيرك، وتبقى انتي حبيبتي جميلة. متنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو، عايزة كومنتاكوا كتير. صدقوني انا اي كومنت بيجيلي برد عليه، لا سواء حلو او وحش انا برد عليه. يعني كفايه ان انت كتبتي لي كومنت، فانا لازم ارد عليكي. تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك لو انت اول مره تشوفيني. خلاص العلبه خلصت. فانا بصوا كنت بس محتاجه اعمل ايه عشان يتبقى معايا شويه لحمه معصجه، فقلت خلاص هحطهم واخد كام شريحه كده من العلبه القديمه اللي عندي بس وشلتها. لكن انتي هتعملي على قد العلبه اللي معاكي هتبقى حلوه جدا برضه. يعني انا عملت كده 4 طبقات او 5 والله ما فاكره. خلاص خلصنا. نزلت بقى ببقيه البشاميل كله وهزي الصينيه كده عشان البشاميل ينزل تحت. طب انا ما عنديش جبنه موتزاريلا، جبت بيضايه ضربتها بحبه فلفل اسود وحطيت عليها معلقتين زيت. يبقى دي بيضايه وحبه فلفل اسود ومعلقتين زيت. وبدات اوزعها على الوش كده. احنا اخر الشهر فبنتصرف، وفي نفس الوقت قلت لك الصينيه دي موفره ومشبعه، يعني هتقعد معاكي. انا قعدت معايا يومين كانت حلوه جدا. حابه اشكر بردك اي حد دخل عندي القناه جديده جديد. انت نورتوني وبجد يعني وجودكم على عيني وعلى راسي، ودايما ربنا يديمكم يا رب نعمه في حياتي. خلاص هندخلها الفرن بقى. هي بس بتطول في الفرن شويه. من تحت كده هنسيبها لمده تلت ساعه نص ساعه. هنبدا نلاقيها يعني نحط المعلقه والشوكه لانها استوت. خلاص هطفي واشغل الشوايه. جبت بقى يلا بقى انا نعمل الملوخيه. الملوخيه قطفتها وغسلتها، سبتها تتصفى حلو جدا على قماشه او في مصفى. جبت حله على النار فيها ميه بتغلي، حطيت فيها معلقه سكر كبيره ونزلت فيها بكيس بيكنج باودر. بس هو ده تخزين الملوخيه. يبقى حله كبيره فيها ميه بتغلي، هننزل فيها معلقه سكر كبيره وكيس بيكنج باودر. الكيس بيكنج باودر يعني معلقه بيكنج باودر كبيره. وننزل فيها بالملوخيه. الملوخيه زي ما قلت لكم غسلها حلو وسايباها تتصفى حلو شويه. جبت طبق جنبي فيه ميه بتلج. بصوا الطبق اللي جنبي ده فيه ميه بمكعبات تلج. يا دوب الملوخيه تاخد ما تكملش دقيقه حتى في الميه السخنه، يا دوب دبلت. بصوا اللون بتاعها العسل ده، والله ده لونها الطبيعي. يعني انا حتى بصوا ايدي ما فيش الوان زياده. اللون الاخضر ده بتاعها من البيكنج باودر بيخلي لونها حلو كده. هنطلعها بقى نصفيها حلو من الميه السخنه على طول في الميه اللي هي الساقعه اللي فيها التلج. نعمل لها صدمه كده عشان اللون بتاعها ما يتغيرش. الميه اللي في الحله بتحس ان لونها اتغير ليه من البيكنج باودر عشان بياخد الاكسده اللي في الملوخيه. فما تقلقيش خالص ده طبيعي. خلاص جبت بردك بقيت كميه الملوخيه نزلتها في الميه بتاعتي اللي فيها بيكنج باودر وفيها سكر. تاخد قلبه كده قبل ما تاخد ثانيه اكون انا روحت وديت الملوخيه التانية في مصفى وغيرت الميه الساقعه لان هي كده خلاص بردت. انا خلاص غيرت الميه جبت ميه ساقعه تاني بتلج. على طول خلي ايدك سريعه علشان الملوخيه ما تتهريش منك في الميه السخنه. فاهميني؟ لان احنا اول ما هنطلعها كده نحطها في الميه الساقعه، خلاص الميه الساقعه دي ما ينفعش نستخدمها تاني، خلاص بقت سخنه.
فهغيرها بسرعة واجيب مية ساقعة تاني عشان اطلع فيها بقى ايه الكمية التانية. سبتها بقى في المصفى تتصفى حلو قوي. جبت بقى الخلاط بتاعي، هبدأ ايه احط الملوخية كده حبة حبة او الكبة. انا ما عنديش كبة يعني الحمد لله، كفاية الخلاط يعني نعمة من عند ربنا. حطيت شوية ملوخية، وطبعا مش هتتضرب الملوخية، بصوا هنيجي نضربها في الخلاط مش هتتضرب، مش هتلف معاكي. عندنا لسه المية اللي في الحلة اللي احنا كنا عاملين فيها اللي فيها السكر والبيكنج باودر زي ما هي، هاخد منها كبشة كده او كبشتين، كبشة واحدة هتخلي الخلاط بتاعك يلف. بصي جبت شوية مية اهي زي ما هي، يعني كانت هديت شوية السخونية بتاعتها، وعبال ما الملوخية ما صفت خلاص هتبدأ بقى ايه تلف معانا ويتضرب حلو. بس ما كتريش المية، يا دوب هي كبشة، وجربي الخلاط هتلاقيه بيلف معاكي خلاص. ممكن في الكبة تتعمل من غير مية، الكبة بتطحن الحاجة على طول، ما بتحتاجش مية تلفها. بصوا اهي بشغل شوية واوقف شوية عشان برضك ما تبقاش تقيلة على السكينة بتاعت الخلاط وتبوظهولك. ده لونها بقى الحلو بتاعها ده. اديت لها تقليبة عشان برضك اتأكد ان كله اتفرم وخلاص. هجيب الكيس بتاعي، الكوباية فيها اللي في كيس يعني حاطاه جوه الكوباية عشان اعرف اعبي، وهنزل بالملوخية بتاعتي. بصوا القوام بتاعها والخضار بتاعها خلاص كده بقت عندي ملوخية خضرة وحلوة. وتنزليها على طول، تنزليها من الفريزر، تبقى عندك الشوربة سخنة بس مش على النار، تبقى الشوربة سخنة عادي خالص. تنزلي كيس الملوخية حطيه في الشوربة، يفك بقى براحته هو في الشوربة اللي السخنة دي. لما تلاقيها فكت تحطيها بقى على النار، تبدأ بقى تاخد الغلوة بتاعتها ونعمل لها الطش على طول. دي من انجح طرق تخزين الملوخيه عادي، يعني انجح حاجه ان هي ما تبقاش غامقه معاكي، بتفضل محافظه على اللون الاخضر بتاعها ده حلو. خلاص بقى عملنا الملوخيه بتاعتنا الكميه لغايه لما نخلص بقى كله. زي ما قلت لك حطي حبه في الخلاط، لقيتوهم مش عايزين يلفوا او في الكبه هنحط عليهم بس ايه حبه ميه من الحله اللي احنا عاملين فيها الملوخيه. نخلص بقى الكميه بتاعتنا ونعبيها في الاكياس. انا الحمد لله يعني ما شاء الله ال5 كيلو الملوخيه عملتهم في 6 كيس حلوين، يعني يعتبر ان الكيس كيلو الا ربع. حلو، ممكن يعني تقعد معانا. ممكن لو انت لقيت الكيس كبير وانت جايه تعملي تكسري منه حته وتاخدي وتسيبي الباقي في الكيس. هننزلها زي ما قلت لك في شوربه سخنه بس ما تبقاش على النار، يعني حله فيها شوربه سخنه هنزل فيها كيس الملوخيه يفك براحته. وبعدين ابدا اعمل بقى الملوخيه بتاعتي عادي جدا بالطشه بتاعتها، احطها على النار تاخد الغلوه. خلصنا بقى تفريز الملوخيه بتاعتنا دي وطلعنا صينيه اللازانيا. ما شاء الله بصوا وشها احمر ازاي، ولا احتاجنا بقى جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه. احنا بنعمل حاجات اقتصاديه الايام دي عشان خاطر احنا في اخر الشهر. انا عايزه اقول لكم شايفين لون الملوخيه ما شاء الله جميل، يعني هو عاجبني جدا، يعني عايزين تشجع نفسي كده الواحد عايز ياكل ملوخيه. خلاص بصوا ما شاء الله اللازانيا بتتقطع بالمعلقه على طول. هوريكي دلوقتي بردك وانا بقطعها مستويه وناجحه ومش ناشفه، البشاميل اللي فيها جوسي كده وحلو. بصوا دي الطبقات بتاعتها. بترجع بقى كميه اللحمه ما بين الطبقات ده ليكي، يعني احنا عاملينها بربع مفروم، انت يعني كريمه وعندك نص مفروم هتبقى حلوه جدا. ربع مفروم برضك مش هتقول لا. بصوا مستويه وقطعتها، بصوا بتتقطع على طول كده بالمعلقه اهو تاني. بصوا بتتقطع ولا ناشفه ولا اي حاجه خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسيش تعملي اشتراك، تكتبي لي كومنت حلو مني كده. عايزين ندخل كل حبايبنا بقى ان شاء الله القناه تكبر كده، وعايزين نقفل 1000 مشترك. مش عايزه نفسيتي تقفل من القناه يعني. بصوا يعني الحمد لله الحمد لله ان شاء الله باذن الله بدعمكم ليا القناه هتتفعل وهتكبر وتزيد باذن الله. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.